السلام عليكم. تعالوا نعمل البانيه الجامد ده ان شاء الله. الطريقه هتعجبكم جدا وهتعتمدوها. احفظوها عندكم، هتحتاجوها كمان في رمضان. في اي وقت كده تفتحوا الفيديو وتعملوا الطريقه، وباذن الله تعجبكم. تمام. معايا كيلو من البانيه وشويه من البهارات، ومعايا كوبايه ونص من الدقيق وبيضه وشويه من اللبن، يعني كوبايه تقريبا بس لبن. تمام. في البداية كده هبشر البصلة او هفرمها في الكب عادي. تمام. وهبتدي بقى احط فيها عليها بهاراتي: الملح والفلفل الاسود، الكزبرة الجافة، ما بحطش كمون. تمام. ملح فلفل اسود كزبرة جافة، توم باودر، بابريكا. وهحط كمان علبة من الزبادي. علبة الزبادي دي مهمة جدا، اهم حاجة في الوصفة. تمام. عشان بتخلي البانيه من جوه طري جدا وطعمه بجد تحفه. علبه الزبادي دي ايه اساسي. تمام. منساش التوم الباودر، وكمان هحط معلقتين من الصويا صوص. تمام. على فكره معلقتين الصويا صوص اختياري، لو مش حابه تحطيهم براحتك. تمام. هحط معلقتين كمان من الخل، او ليمونه كامله. تمام. بس همكس الخليط كله مع بعضه بالشكل ده، وهبتدي اتبل البانيه بتاعي، وفي نفس الوعاء بتاعي او في نفس الطبق ايا كان بقى. هتحطي البيضه وكوبايه اللبن على نفس الخليط. تمام. البيضه وكوبايه اللبن، وسيبيها ساعه كده في التلاجة، او حتى هتعمليها على طول. انا عملتها على فكره على طول. براحتك، بس طبعا لما بتسيبيها بيبقى افضل، يعني بتاخد الطعم كله اللي موجود، كل البهارات بقى ايه، بتدي في بعضها وبتديكي طعم احلى. تمام. معايا هنا كوبايه ونص دقيق، ومعايا البقسماط بتاعي. تمام. على قد الكميه اللي انت عاملاها، يعني البقسماط على قد الكميه اللي انت هتعمليها. اهم حاجه في الخطوه دي انك تضغطي على الكفر كويس جدا، يعني بتتبليها بالشكل ده عند البقسماط كده، وتضغطي جامد جدا بايديكي. تمام. عشان الكفر بتاعك ما يطلعش منك، وان شاء الله مش هيطلع. تمام كده. حاجه تاني، لما بتحطي في البدايه بتحطيها، تطلعيها تحطيها في الدقيق، وترجعيها تاني على نفس الخليط، وبعدين تحطيها في البقسماط. تمام. يبقى الخطوه المهمه ان انا اضغط جامد قوي على البانيه، عشان يعني احتفظ بالكفر كويس. تمام. وحاجه كمان ان انا بحط البانيه الاول في الدقيق، وبعدين برجعه في الخليط تاني، وبعدين برجعه تاني في البقسماط. برجعه في البقسماط. بعد كده هبتدي اقليه بالشكل ده، انه الوصفه سهله وبسيطه جدا، ومش هتاخد معاكي يعني هي نص ساعه كده خلاص باذن الله. ده لما تسيبي الخليط كمان، يعني لما تسيبيه ساعه في التلاجة، يبقى انت كده خلاص خلصت الوجبه وسهله وبسيطه. شايفين القرمشه؟ يعني بجد والله العظيم من بره مقرمشه جدا، ومن جوه طريه وطعمها تحفه. ما تنسوش اللايك بقى، وتعملوا اشتراك للقناه. بلاش بخل بقى، ها، اعملي لايك، يلا اعملي لايك دلوقتي. يلا، السلام عليكم.